زمايلي في الجامعة اكتشفوا إني ما بحضرش عشان مقضية حياتي في فندق ومن أوضة لأوضة. أنا شهد، طالبة جامعية مغتربة. كل سنة كنت بطلع الأولى على دفعتي، لحد ما في يوم حصلت أكبر أزمة مرت عليا في حياتي، وهي إن جدي فارق الحياة. وعشان تعرفوا الأزمة إزاي كانت مرتبطة بفراق جدي، هشرح لكم تفاصيل حياتي. جدي خدني طفلة رضيعة لما أمي فرقتني بعد ما ولدتني على طول، وأبويا من الصدمة والحزن عليها حصلها هو كمان بعد شهرين بالظبط. اتربيت على إيد جدي وكبرت قدامه يوم بعد يوم، كنت كل حياته ودنيته، وعوضته عن ابنه اللي راح في عز شبابه. ويوم نتيجة الثانوية العامة وأنا راجعة للبيت عشان أفرحه بالنتيجة، لقيت البيت مليان ناس بتعيط وبتصرخ. جريت على أوضته، لقيت الدكتور بيتأسف لعمامي وبيقول لهم: أنا آسف، البقاء لله. بعدها ما حسيتش بنفسي غير كنت بعيط وبصرخ وفي دنيا تانية. فضلت كده أيام كتير قوي، وصحابي أخدوني بالعافية وقدموا ورقي عشان الجامعة، لكن كنت رافضة أكمل دراستي، وحالتي النفسية كانت صعبة جدا. تقريبا كنت في أشد مراحل الاكتئاب. وقبل ما تبدأ الدراسة بأيام، افتكرت كلام جدي ليا وحلمه إني أدخل الجامعة وأكمل تعليمي وأبقى حاجة كبيرة زي ما بيتمنى. وده اللي قواني إن أحضر نفسي عشان السفر، لأن دراستي وكليتي هتبقى في القاهرة. كنت شايفة نظرات عيلتي بتقول حاجة غريبة، كأنهم مستنيين ميعاد سفري بكل الطرق. ويوم سفري كانوا بيحضروا لي كل حاجة ممكن أحتاجها هناك. سافرت للقاهرة وبدأت أندمج في دراستي، وأول أجازة نزلت أزورهم فيها كانت صدمة مستنياني هناك. أول ما وصلت على بيت جدي، لقيت البيت اتباع وناس غريبة اللي عايشة فيه. طب إزاي؟ وعيلتي وأهلي راحوا فين؟ وإزاي وأنا معرفش؟ البيت ده فيه كل ذكرياتي الحلوة مع جدي، فيه كل طفولتي ومراهقتي وشبابي. إزاي ببساطة كده يتباع؟ دورت عليهم لحد ما لقيتهم، بس الغريبة إن لقيت كل عم فيهم في بيت لوحده، بدل ما كان بيت واحد جمع العيلة كلها. والأغرب إن البيوت دي مش بيوت عادية، دي فيلل. طب كل ده إزاي حصل؟ طلبت أشوف عمي الكبير، ولما قابلته حسيت بقسوة وجبروت أول مرة أشوفها في عينه، وقابلني وكأني غريبة عنه ما يعرفنيش. ولما سألته وقلت له إيه اللي حصل يا عمي، قال لي بصوت عالي وعصبية: مين انتي عشان تحاسبيني؟ حقك ووصلك، ملكيش عندي حقوق تاني. حقي وصلني؟ طب ازاي وامتى؟ فقلت له وانا بعيط ومش مصدقة: انت بتقول ايه يا عمي؟ حقي وصلني امتى؟ انا مش قادرة اصدق انت بتقول كده ليه. رد بمنتهى القسوة وقال لي: بعد اللي أنا هقوله دلوقتي تطلعي برا، ومش عايزة أشوف وشك تاني. حقك وصلك لما دفعتلك مصاريف كليتك والسكن اللي هتقعدي فيه لمدة سنة مقدم، وبزيادة كمان. واحمدي ربنا إني كنت رحيم معاكي وعملت كده، لأن ببساطة أبوكي متنازل عن كل حاجة لما عصى تقاليدنا وراح اتجوز أمك غصب عننا. وجدك لما جابك محدش فينا اتكلم واعترض، لكن بعد ما جدك راح ما تستنيش مننا أكتر من كده. ولا فاكرة إنك كنت هتورثي، أصلا كل حاجة كانت مكتوبة باسمي. ما كانش في مجال إن أتناقش معاه تاني، ولا في كلام يتقال. خلاص ظهر الوش الحقيقي ليهم، الوش القاسي اللي فضلوا مخبيينه سنين، خوف من جدي مش أكتر. رجعت سكن الطالبات في القاهرة، كنت بعيط طول ما أنا في الطريق، وكنت مرعوبة من اللي جاي. الكلية بتاعتي مصاريفها كتير قوي، ده غير إن هضطر أشتغل عشان أعرف أصرف على نفسي ومحتاجش لحد. وده يعتبر نص الحكاية اللي هيتبني عليها اللي جاي. بعد أول سنة دراسة كنت بتنقل من شغل لشغل، وفي الفترة دي كانت البنات المقيمة معايا في السكن بيتغيروا، لأن المكان ما كانش مناسب للمذاكرة خالص. كان مكان في منطقة شعبية، حواري دوشة وأصوات عالية طول الوقت. لكن أنا كنت راضية ومتمسكة بالسكن ده لسببين: أول سبب إن مواصلاته سهلة وبتوفر عليا كتير قوي، وتاني سبب إن الإيجار على قد مقدرتي وإمكانياتي، بالذات بعد أول سنة دراسة ما خلصت وبدأت أتحمل مصاريفي كلها. وفي يوم عرفت بالصدفة إن في فندق كبير ومشهور محتاج عاملات نظافة وخدمة غرف وبوفيه. ولما عرفت المرتب اتفاجئت، ده مرتب هيحللي مشاكلي كلها
وهيسد الديون اللي عليا. أنا عارفة إني هأثر في دراستي وهاجي على صحتي، بس قررت أتحمل حتى لو 3 4 شهور على ما أحوش مبلغ كويس وألاقي شغلانة تانية. ما كنتش مكسوفة لأن الشغل مش عيب، لكن البنات اللي معايا كانوا بيتكلموا عليا بينهم وبين بعضهم. كنت بفضل أعيط وأنا بشتغل في الفندق وزمايلي يسألوني مالي. كنت بتحجج وأقول مصدعة من سهر المذاكرة والكتب، لكن ما كانتش دي الحقيقة. كنت بصلي وبدعي لربنا وبشتكيله منهم ومن معاملتهم معايا، لحد ما فجأة لقيتهم بينقلوا لسكن تاني واحدة ورا التانية. كنت مرتاحة ومبسوطة للي بيحصل، أخيرا هرتاح منهم ومن كلامهم. ووصل 3 بنات جداد بعد شهر للسكن، لكن المرة دي بصراحة قررت إني ما أقولش لحد أنا بشتغل إيه، خصوصا إن منهم بنتين معايا في نفس القسم، وعشان ما يحصلش زي ما حصل قبل كده وأكرر المعاناة مرة كمان قلت لهم إني بشتغل في شركة. ويوم بعد يوم كانت الأمور هادية ومستقرة. صحيح كنت بضطر أحيانا أغيب عن المحاضرات، بس كنت بعوض في الكورسات وما خليتش أي حاجة تفوتني. كنت حرفيا بحفر في الصخر على ما أخلص دراستي على خير وما احتاجش لأي حد. لكن في يوم وأنا خارجة من أوضة في الفندق بعد ما نضفتها، لقيت بنت من زمايلي في السكن خارجة من أوضة تانية مع شاب، وأول ما شفنا بعض اتصدمنا وارتبكنا. بصت لي وبصت لهدوم الشغل اللي أنا لابساها بذهول، بس اتحولت نظرة الذهول لاستحقار ومشيت هي واللي معاها. وأنا وقفت مكاني وعيني اتملت دموع وحسيت بالظلم. المفروض أنا اللي أبصلها كده مش هي. على الأقل أنا بشتغل وبكسب بالحلال، لكن هي بتعمل إيه هنا مع شاب في أوضته؟ ولما رجعت السكن طبعا لقيت الكل عارف الحقيقة، واللي شفته مع زمايلي القدام شفت أكتر منه مع دول. لكن اللي ما كانش على بالي إن زميلتي اللي شفتها دي تفضحني في الجامعة وتقول إني كدابة، وفهمتهم إني شغالة في شركة وأنا شغالة عاملة نظافة في فندق. ولما لقيت الكل بيبصلي وعينيهم كلها اتهام، ما قدرتش أسكت وقلت على اللي شفته منها. بس هي كدبتني وقالت إني بقول كده عشان أنتقم منها، وللأسف الكل صدقها وكدبوني. خرجت من الجامعة وأنا منهارة ومش عارفة أجرمت في إيه عشان كل زمايلي يعملوا فيا كده. فيها إيه لو اشتغلت أي شغلانة طالما حلال؟ إيه الذنب اللي عملته عشان ما بقاش قادرة أرفع عيني في زمايلي بالطريقة دي؟ والمرة دي أنا اللي اتنقلت لسكن تاني مع بنتين، والأول مرة إني أحس إني قابلت حد شبهي. ولما عرفوا حكايتي وقفوا جنبي ودعموني، وكملت دراستي وأنا بشتغل في الفندق، وكل يوم بصر أكتر إن أنجح وأتفوق. لحد ما في يوم كنت بحضر محاضرة في الجامعة ولقيت كتير من زمايلي بيجروا عليا وبيعتذرولي، لحد ما اكتشفت الصدمة، وهي إن البنت اللي فضحتني في الجامعة من غير ذنب اتفضحت فضيحة خلتها تطرد من الجامعة الأيام اللي فاتت. وده بسبب إن الولد اللي كان معاها في الفندق كان متراهن عليها، ولما مسك عليها صور وفيديوهات حاول يبتزها عشان تدفع له فلوس. ولما دفعت أول مرة كرر محاولات الابتزاز ورفضت تدفع له تاني، ففضحها ونزل كل حاجة معاه على جروبات الدفعة واتفصلت من الجامعة بسبب كده. ده غير الفضيحة، ده كله حصل في الأيام اللي كنت بهرب فيها من حالتي النفسية في الشغل والمذاكرة بالليل بعد ما أرجع هلكانة ومش شايفة قدامي. ربنا نصرني وردلي حقي لأني فعلا اتظلمت. يمكن كدبت في موضوع الشركة، بس كدبت خوف والتجنب الأذى، وما حبيتش أكرر المأساة اللي شفتها، لكن مش بقصد الكذب أو الخجل من شغلي والله العظيم. ومع إحساسي بالإنصاف حسيت بشفقة على البنت دي رغم اللي قالته عليا بدون وجه حق، لكن اللي حصل لها كان كارثة فعلا. ورجعت شغلي وأنا جوايا حب كبير لوظيفتي، وفي آخر سنة دراسة كنت منتظرة نتيجتي تطلع بفارغ الصبر وأشوف تعبي ومجهودي السنين اللي فاتت اللي لازم أحصده دلوقتي. كنت خايفة، مرعوبة بمعنى أصح، لدرجة إني قفلت تليفوني عشان محدش يتصل بيا. وفجأة لقيت عدد كبير من زمايلي داخلين الفندق لدرجة إن الحرس ما قدروش عليهم. أكتر من 50 طالب وطالبة جايين يبشروني إني من أوائل الدفعة. كنت هتنطط من الفرحة وأنا في وسطيهم بهدوم الشغل. ولما المدير شافهم فرح بيا جدا وقرر في نفس اللحظة يحتفل بنجاحي مع زمايلي في الفندق. بس أنا مرضتش أبدل هدومي، هي دي الهدوم اللي هتصور واحتفل بيها. هو ده اللي ساعدني بعد توفيق ربنا.
طول عمري هافضل أفتخر بالفترة دي في حياتي، وإني عافرت بكل طاقتي عشان أنجح في حياتي، وبقيت قدوة لكتير حواليّا. ووصلني عرض شغل كان فرصة ذهبية بالنسبة لي، كان في شركة كبيرة بمرتب خيالي وبتخصصي وشهادتي. ودلوقتي عايزة أقول إن ما فيش نجاح من غير تعب ومجهود وسهر الليالي، وما فيش نجاح من غير كفاح. وطالما كل خطوة بالحلال وبرضا ربنا، يبقى ابدأ وما تترددش. هتتعب وهتيأس وهتحبط، بس اوعى تتراجع، وخلي خطواتك لقدام مهما حصل.